كيبدا الفيلم مع واحد المسجون ضارب ماسك سميتو فرانك مشارك في شي سباق كيقولوا ليه سباق الموت. هاد السباق كان وسط حبس كاين في جزيره صغيره ومعزوله، وهاد فرانك كان هو اخطر واقوى متسابق في هاد السجن. مع قالي غير يربح هاد السباق الاخر وياخذ الحريه ديالو، كثروا عليه المحسده ولا كلشي حاط عليه العين وباغيين يصفيوا عليه باش ما كان. المساجين كاملين كانوا مركبين الاسلحه في طوموبيلات اللي كيتساقوا بها، الهدف ديالهم يقتلوا بعضياتهم باش يربحوا السباق وياخذوا حريتهم. كيف ما قلت لكم مع فرانك هو ناضي فيهم، دوروه كاملين، شي كيضرب فيه بالقرطاس من اللور، شي كيدخل فيه بالطوموبيل. فرانك حياته كانت على المحك، حاول يدير ما في جهده باش يتجنبهم ويوصل هو الاول ويربح، ولكن كيف ما كيقول واحد المثل سبع الحميه كتغلب. ختنا اللي كانت معاه وكتعاونوا في السباق اقترحت عليه ينسحبوا، قال ليها شنو هو الحريه كنشوف فيها قدامي وبغيتيني ننسحب؟ اسمع هذيك طلقي عليهم كاع الاسلحه اللي عندنا. فعلا داكشي اللي دارت، ولكن الصدمه ما كانت حتى شي حاجه خدامه في الطوموبيل. واحد العدو ديال فرانك اللي سميتو جو طلق عليه قذيفه من اللور. المساعده ديالو حسات بالخطر، قالت لي او ماي جود، وركات على واحد البوطونه وخرجت من الطوموبيل. اما فرانك تفرقعت بيه القذيفه شواتو. من بعد شي ايام على هذا الحديث غنشوفوا صاحبنا القرع جونسون هو خدام في واحد المنجم، ولكن المشكله هي صاحبنا غيولي بيطالي، قاعو مشى باش ياخذ رزقه، ولكن بغاو يضمسوه وعطاوه غير النص ديال رزقه. تما هو وصحابو اللي خدامين. من بعد ما هاد المنجم صافي غيتسد حيت دار افلاس، جونسون تقبل الامر الواقع، عيطوا لهم على البوليس وبداو مضاربين معاهم حتى هما. القرع حالف حتى ياخذ رزقه بزز، اللي كيجي عنده كينعسو. في الليل من بعد ما جونسون رجع لدارو سلم على مراته ومشى يشوف بنته. في هاد اللحظه غيدخل واحد خونا ملتم على مرات جونسون وقتلها. جونسون ملي شاف مراته ميته تصدم، حتى هو جا عنده الملتم رش ليه منوم في وجهه ولصق ليه البصمات ديالو في الموس اللي قتل بها مرات جونسون. وقبل ما جونسون يغيب الملتم استفزو بهاد الحركه وخطف ليه بنته. من بعد ما داز شويه ديال الوقت مع فاق من الغيبوبه لقى البوليس واقفين قدامه هازين عليه السلاح. موراها شدوه واتهموه بانه هو اللي قتل مراته وحكموا عليه بالمؤبد. الله يا خويا الله مشيتي مظلوم. ومن بعد ما دازو 6 ديال الشهور حولوه لواحد الحبس وسط جزيره في البحر. سمع شي حاجه كتخبط، انا خطيره. حارس اللي دار لزنزانته مع زاد خطوه، عجبو الحال حيت كيحساب ليه واقيلا القرع كلا العصا. الساعه ملي رجع القطره العكس وكلشي مجبد في الارض. قال ليها ما تخافش راه قريت لهم قصه قبل النوم. النهار الثاني جونسون مشى يبرك يتغدى بحالو بحال باقي المساجين، وهنا غيضربوا عليه 3 ديال الناس. نضيدرات سميتو كوتش، وهاد من فوق الحناك سميتو ليستس. كانوا عارفين عليه بزاف ديال المعلومات، واحده منهم بان جونسون كان واحد السواق ديال طوموبيلات حريفي وطياره ديال بصح. فهاد اللحظه كلشي تلفت عند جونسون حيت قصدو واحد خونا سميتو باتشينكو هو والرجال ديالو تخيلوه في الغوز واقيلا وبغاو يطبقوه عليه وبداو كيستفزوا فيه بالهضره. يلاه نوا باتشينكو يمد عليه يدو وهو يسبقو صرفق حبو بالبلاطو. الثاني حتى هو مشى بالتصرفيق، وقبل ما تكبر القضيه جاو البوليس فكوهم. موراها البوليس داو جونسون عند مديره ديال الحبس اللي سميتها هينيسي كانت عارفه ان جونسون واعر في السوقان وسباق السيارات، وغتقترح عليه باش يولي هو فرانك جديد، حيت فرانك الاصلي كان مات في بدايه القصه، ولكن الجمهور اللي متبعو ما عارفينش هاد الاخبار. والمشكله كان اكثر واحد عزيز عليهم يتفرجوا فيه وكيدخل لهم اموال تترعرع. قالت لي داكشي علاش درجات الوفاه ديالو باش زعما تزيد دخل منه الفلوس. واخا السيد بارك دابا كيتحاسب بغات تخرج منه الزيت. قالت لي يكمل المسيره ديال فرانك حيت اصلا فرانك كان مغطي وجهه بالماسك وغادي يلبس نفس الماسك وحتى واحد ما غادي يعيق به. وباش تزيد تقنعو قالت ليه بلي القواعد ديال هاد السباق خاصك تربح 5 سباقات باش تاخذ الحريه ديالك، وبلي فرانك دابا راه ربح 4 سباقات، وبلي ربحتي في بلاصتو السباق الخامس صافي كنقول لك غادي تاخذ الحريه ديالك وما يحيدهاش لك الطبيب. جونسون في الاول ما تاقش بها وكاع ما قبل بالعرض ديالها، وهي تقول لي على هذا الحساب الا ما قبلتيش كان وعدك غنخليك محبوس في الحبس الانفرادي لحياتك كامله. اش قلتي؟ طبيعه الحال جونسون ما كانش عنده شي حل اخر من غير يوافق. موراها داتو وراتو في الفريق ديالو اللي غيعاونوه في السباق، واللي كانوا هما كوتش واللي استزموا الحنيكات وعاد كونر، وثلاثه بهم كانوا الميكانيكيين ديال الطوموبيله اللي غيركب فيها جونسون. موراها ملي كانوا غاديين يوريو جونسون الطوموبيله ديالو دازو من حدا واحد البلاصه كانت سريه ديال المديره اللي خدامه فيها على شي حاجه سريه لمده شهر وكتسنى غير الفرصه المناسبه باش تخدم بها، واللي غنشوفوها من بعد. المهم من بعد كوتش داه وراه الطوموبيله اللي غيتقاتل بها في السباق وبدا كيعلمو على الامكانيات الطوموبيل سواء على اساليب الدفاع ولا اساليب الهجوم اللي كتميز بها هاد الحديده. جونسون غادي يسولو فين هو القرطاس ديال الرشاش اللي راكب في الطوموبيل، رد عليه بلي ما مسموحش ليهم يكون عندهم القرطاس حتى يجي نهار السباق. هادشي باش حتى شي مسجون ما يستغل الاسلحه اللي عندهم ويولي قاتل حراس وهرب من الحبس. عاود قال ليه اصلا الهروب من الحبس راه صعيب حيت حنا دابا في جزيره معزوله في البحر وكاينه غير وسيله وحده للهروب ولكن صعيبه بزاف، واللي هي تهرب من الجسر ديال هاد الحبس. وهاد العمليه ديال الهروب راه مستحيله حيت الجسر نهار السباق كيكون مطوق بعدد كبير من البوليس وكاينين حتى طيارات هليكوبتر كيراقبوا من بعيد. وراها مشاو للساحه وغايقول ليه كوتش بلي هاد السباق مكون من 3 المراحل لمده ديال 3 ايام. 2 مراحل الاولى سيدي خاصك تهنى من شي عدد من المنافسين ديالك شحال ما قديتي، اما في المرحله الاخيره خاصك تحرد الرويض مع الارض وتعفط يا جدك باش تربح السباق انت الاول. ورا نهار السباق غطلع معاك واحد البياسه تعاونك في الامور ديال الطوموبيل، مهم تورك على البطونات اللي كتطلق الاسلحه واللي كتدافع وانت تبقى مكونسونطري مع السباق. وكنأكدها لك
بقى مكونسونطري مع السباق ناري. هنا ليستس عرفوا على كاع المتسابقين اللي ضده، بدا كيشرح ليه نسبه الخطوره ديال كل واحد وشحال قاتل وكيفاش ممكن يديروا اي حاجه باش يربحوا. في نفس اللحظه غادي يجي جو اللي قتل فرانك في بدايه القصه، بدا كيضحك على جونسون وكيستفزو، قال لي انت هو اللي غادي تلعب في بلاصه فرانك، ما عندك زهر حيت غنعتبرك انت هو فرانك الحقيقي وعاجلا ام اجلا غادي نصفيها لك. المهم من بعد ما دازو شي ايام غادي يجي النهار ديال السباق، وفي هاد الوقيته هينيسي لبسات لجونسون كاع الحوايج ديال فرانك وحتى الماسك ديالو. ملي لبسهم خرج من الكولوار ديال الحبس قدام السجناء واللي كيبان بانه عزيز عليهم بزاف وكانوا كيشجعوا فيه ديال بصح. المهم غادي يوصلوا لمضمار السباق، في نفس الوقيته وصلوا الفتيات المساعدات ديال المتسابق وغادا تكون معاهم الانسه كيس اللي شفناها كتعاون فرانك الاصلي في الاول. هاد كيس حتى هي كانت مسجونه وبطبيعه الحال هي اللي غادي تكون المساعده ديال جونسون. هاد كيس كانت عارفه البلان ديال جونسون هو فرانك وعارفه ان فرانك مات، داكشي علاش ملي سد الدجاج ديال الطوموبيل اللي ما كيبينش خدا راحته وحيد الماسك بكل اريحيه. موراها بشويه غادي يبدا السباق. في الاول جونسون ما كانش فاهم وما عارف شنو كيدير، يلاه كيحاول يشد معاهم الريتم، حتى راه كيبان لك كلشي من الطاع كيخليو الغباريه وراهم، شي كيدخل في شي والروينه وازعاج السجناء. ركز معاهم تحوال وجو كان حط غير على جونسون حيت كان واحد اللي شوكه بين القراجل، ولان جو كانت عنده طوموبيله مقدره على ديال جونسون غادي يقمعوا بها. اما كيس كانت كتعاونو كتوريه الطرقه المختصره باش يتجنب جو حيت الا بقى كيتحاك معاه غادي يخسر قدامه. موراها طلقوا لهم الشارات اللي في الارض واللي كيسبق وكيدوز من فوق منهم صح شويه اما سلاح ولا درع يحمي به راسو، لاعبينها انت وزهر. واما اللي كياخذ شارات الموت باينه من سميتها كياكتيفي واحد اللعيبه كتخرج من تحت الارض وعلى غفله كتخرج لشي متنافس كتقتلو. المديره زهات ملي شافت 49 مليون مشاهد كيتفرج في البث المباشر ديال السباق. صافي العاقه غتدخلها مولاي السلطان التام. ولكن الصدمه اللي ما كان جونسون وكيس دايرين لها الحساب هي ان فيما كياخذوا شي اشاره سوا ديال الهجوم ولا الدفاع ملي كيبغيو يخدموها ما كتخدمش ليهم، وعياو ما يوركوا على البطونات حتى حاجه ما بغات تخرج ليهم. ولكن هيهات القرع كاع ما سهل ليهم، والخطه كيدير لها 5 الخطط. قدر يسبق واحد خونا دالي الدرع من حداه باش يحميو به راسهم وقال كيس تبرك معاه في نفس الكرسي. موراها طير الكرسي اللي كانت باركه فيه كيس، الكرسي ضرب السقف وطاح على الطوموبيله اللي وراهم وقدروا يقتلوه بكل سهوله. ولكن في واحد اللقطه ما كانتش متوقعه غادي يوصل عليه باتشينكو، وقبل ما يفوتوا دار ليه هاد الحركه اللي كانت نفس الحركه اللي دارها ليه الملتم اللي قتل ليه مراجو. الامور واضحه، باتشينكو دبر عليها، ولكن بسبب هادشي جونسون فقد التركيز ودخل فيه جو طوموبيلته وتسبب ليه في خساره ديال هاد الجوله. من بعد ما سال السباق الاول غادي يكونوا بقاو غير 6 المتسابقين. المهم مع سهله كوتش والمساعدين ديالو ضربوا طلع على الطوموبيل باش يعرفوا مالا ما كتخدمش الاسلحه، والغريب غادي يلقاو الطوموبيل كانت خدامه الطاقه مارش. اذا هادي شي تخلويضه فيها وفعلا داكشي اللي غادي نعرفوا من بعد. جونسون غادي يطلب يشوف المديره هينيسي، ملي وصل عندها قال لها هاد النهار داز عندك حل، تيراني ضرب طلع على القبر عاد دابا شويه ما بقيتش باغي نتسابق تبان لك. هينيسي سمعاتها كوك حلات بالعمى ووراتو الوجه الاخر وهي تهددو ببنته، قالت ليه بلي دابا راه بنتك كاينه عند عائله اخرى وراني عارفه العنوان ديالها، وإلا بغيتها تبقى على قيد الحياه سمع الهضره اللي كنقول لك وشارك في السباق. جونسون عرفها ما كتضحكش واضطر ينفذ الاوامر ديالها. موراها في الساحه كوتش برك حدا جونسون وبداو كيتعرفوا اكثر، ومن هضرتهم غنعرفوا ان كوتش سالات المده السجنيه ديالو من 3 سنين هذه، ولكن رفض يخرج من الحبس حيت ما عنده حتى شي واحد برا، وبانه دوز حياته كامله هنا وولف على الاجواء ديال السباقات. في الليل جونسون ضرب على باتشينكو غادي بوحدو وغادي يقرر يتبعو بلا ما يرد ليه خونا الباب، ولكن غادي يغفلوا رجال ديال باتشينكو ضربوهم اللور وغيكونوا بالعاني استدرجوه لعندهم. رجال باتشينكو حكموه وبقى هو كيدخل ليه، وراها قال ليه الشكوك ديالك صحيحه وانا اللي قتلت لك مراتك. ناري شنو قال ليه؟ يلا هز واحد اللي قداش نيه باش يقتلوا بها. غيجي سالت من اللور وزر عليه طورنوفيس في ظهره، وملي تلاهاو معاه استغل جونسون الفرصه، خشف هذاك اللي شادو حديده فخدو، ناض ليهم وهز طفايه وبدا كينعس فيهم واحد بواحد. بقى ليه باتشينكو سكيبالي على الضرابي ديالو وخشى ليه 4 الكروشيات بالحساب، خلا ليه دار 10 تواصل جد دمو السابع مزيان حتى بدا كيقر ليه. قال ليه بلي هينيسي هي اللي امراتني باش نقتل مراتك ونلصق فيك التهمه. القرع سمع هكا وزاد جعر، ومعاه كان غينزل عليه بواحد الحديده يصفيها ليه باش ينتقم لمراتو. جاو البوليس وحبسوه في اخر لحظه، قالوا لهم حتى نهار السباق وتفاهموا بيناتكم. لا غد لين غادي تبدا المرحله الثانيه من السباق. وملي كانوا كيستعدوا دخلوا للمضمار باتشينكو غيستفز جونسون بديك الحركه عاوتاني. كيقول لك واحد المثال صياد نعام يلقاها غير هي هاد النهار جونسون كان بدل على كيس، خلى المتنافسين ديالو سبقوه وغيتحرك اخر واحد. الطاقم اللي معاه تصدموا ما فهموش علاش دار بحال ما هو، وملي وصلوا لواحد النفق هددها باللي غيطيرها بالكرسي وتضرب مع السقف الا ما جاوباتوش بالحقيقه، وسولها واش هي اللي قتلات فران. هنا تخلعت ديال بصح، قالت ليه بان الهدف ديالها ما كانش هو تقتلو وانما ما بغاتوش يربح في هذاك السباق، وكذبات عليه بان الاسلحه ديال الطوموبيل ما خدامين. كيف ما وصلتني المديره هينيسي حيت وعدتني غادي تطلق سراحي في اسرع وقت اللي درتها، وهادشي لان هينيسي ما كانتش ناويه تعطي الحريه لفران، كانت باغا تبقى شاده عندها ويتسابق في البوتوت اللي كتدخل منهم زباله فلوس. جونسون غادي يفهم من هاد الهضره بان هينيسي بغات تصيدو حتى هو وما غاتخليش يربح باش يبقى معاها وتدخل منه للعاقه، يعني البلان ديال الحريه ما الحريه غاكانا. من بعد ما سمع الاعتراف اللي بغا كسيره وعفط النيت بحال العطله، دغيا وصل على جو ضربو من اللور وقف ليه الطوموبيل. جونسون كانت نيته واضحه دابا، حاليا ما باغي يربح في السباق ما والو، هو لا باغي يصفي على باتشينكو، وحيت ولا هو الاول كان خاصو ياخذ درع باش يدافع، ولكن غيصدموا عاوتاني بالقرار ديالو ملي خدا السلاح. دور الرويضه حيت باتشينكو كان وراه وبقاو كيتردوا بالقرطاس. موراها دار القدام وقال كيستطلق الدخان، فعلا داكشي اللي دار
وانعدمت الرؤيه عند باتشينكو حتى تخبط في واحد العمود. هنا جونسون غادي يوقف وخلى حتى كلشي سبقو وخرج من الطوموبيل قصد باتشينكو اللي كان باقي حي. شدو طردق ليه عنقو وصفاها ليه، طلع لطوموبيلتو وكمل السباق ولكن على غفله. هينيسي غادي تصدموا بداك المشروع السري اللي كانت خدامه عليه لمده شهر. هذا المشروع هو عباره على واحد اللعيبه حربيه ما عرف شنو سميتها مجهزه باخطر الاسلحه ومحصنه وفيها واحد العدد ديال العساكريه بداو كيرونوا السباق وكيحاولوا يقتلوا المتسابقين، حيت كيف ما فهمنا ان المدير هينيسي ما باغي حتى شي متسابق ياخذ حريته، غير عاطيهم وعود كاذبه وصافي باش يتستافد. هاد اللعيبه اللي ما عرف شنو سميتها الحربيه قتلت تقريبا الاغلب ديال المتنافسين كلها، وكيفاش قتلاتو وغيبقاو غير جوج متسابقين اللي هو جونسون والعدو ديالو جو. هنا جونسون طاحت عليه واحد الفكره، طلب من الطاقم تاعو باش يوصلوا الجهاز اللاسلكي ديالو مع جو باش يدوي معاه. فعلا داكشي اللي كان وغادي يقنعوه، قال لي دابا حياتنا على المحك، خلي دابا العداوه من بعد وركز معايا ندمروا هاد اللعيبه اللي تابعانا. فعلا اتحدوا مع بعضياتهم وبقاو ملاهينهم حتى قدروا يوركوا على شعار الموت، وخرجت ديك اللعيبه عاوتاني وقدروا يدمروها وضربوا التماره كامله ديال هينيسي في الزيرو، واللي غتكون حقدات ديال بصح على جونسون ولات باغا تقتلو غير هو. وبهكذا غادي تكون سالات هاد المرحله من السباق وغندوزو ديريكت المرحله الثالثه والاخيره اللي غيشاركوا فيها غير جونسون وجو ضد بعضياتهم. مورا مدى شويه ديال الوقت هينيسي جمعت كاع السجناء في الساحه وبدات كتخبر عليهم وكتخربق عليهم في الهضره، هادشي باش تشتت الانتباه ديالهم بما المساعد ديالها سلام مهمته. وفي هاد اللحظه نيت المساعد ديالها وصل طوموبيل جونسون والصدمه هي غادي يركب تحتها قنبله باش يتهناو زعما من جونسون للابد. ومن بعد ما سال الخطاب ديال المدير كل واحد تحرك لبلاصتو، وقبل ما يبدا السباق بشويه جونسون مشى عند جو قال لي راه خاصنا ندويو بيناتنا، من بعد ما دواو غنعرفوهم شنو قالوا من بعد زعما التشويق وداكشي، وغنمشيو نيشان لاخر سباق. طلع جونسون للطوموبيل هو وكيس، وحيت كيس ولاش في صفو غادي يعرف منها بان هينيسي طلبات منها تخسرو كيف ما دارت الفران. ومع بدا السباق جونسون دغيا غيولي في المقدمه وهو اللي غادي تكون عنده الاولويه باش ياخذ الشارات اللي في الارض، ولكن كيف ما عارفين هينيسي كانت باغا تصفيها ليه وما بغاتوش يربح، كانت كطفي الشارات قبل ما يوصل لهم جونسون، وملي كيفوتهم كتعاود تخدم الشارات باش ياخذهم جو ملي فهم شنو واقع نشط لدرجه شعل كارو بدا كيتكيف حيت عرف ان المديره في صفو بحال ضمن الرباح. جونسون ما كان قادر ياخذ لا اسلحه لا دروع باش يحمي بهم راسو، اما جو استغل الفرصه وبقى كيطنطن فيه من اللور بالقرطاس. هينيسي واخا كانت عارفه ان جونسون الا بقى بحال ما هكا غادي يخسر، الى انها قالت للمساعد ديالها يوجد ديك القنبله اللي ركبوها ليه في حاله احتاجوها. في نفس الوقت جو طلق 3 صواريخ على جونسون غادي سكيبي عليهم والصواريخ دمروا داك الصور اللي كيحبسهم على الجسر. وهنا غنعرفوا ان هذه هي خطتهم من البدايه. اخر مره هضروا فيها جونسون وجو غيكونوا اتفقوا مع بعضياتهم على طريقه باش يهربوا، اما في هذه اللحظه هينيسي الله سرات معاه راهم غاديين معلقين من الحبس. المديره تغزفات ديال بصح وصيفطت البوليس يرجعوهم. هنا خدات الريموت اللي كيتحكم في القنبله اللي ركبوها في طوموبيل جونسون، كيحسب ليها راسها مريقل ولكن غتصدم ملي وركات على البطونه وما خدماتش ليها. وهنا غنعرفوا ان الطاقم ديال جونسون حتى هما كانوا عارفين بالخطه، ومن بعد ما قلبوا الطوموبيل لقاو القنبله وقدروا يحيدوها. شدوا المديره لعبوا بها كيف ما بغا، اما كيس حتى هي كانت عارفه بالخطه ديالهم وقبلات تعاونهم. موراها عاوناتو خرجوا واحد اللعيبه من اللور ديال الطوموبيل وفرقعوا بها كاع الطوموبيلات ديال البوليس اللي تابعينهم. ملي وصلوا النص ديال الطريق جونسون وجو تفارقوا باش يدوخوا الهليكوبترات اللي تابعينهم، ولكن هينيسي دوات معاهم وامراتهم يبقاو مركزين غير على جونسون. حقدها مسخوت الوالدين. في هذه اللحظه غيجي الدور ديال كيس، وبما ان كيس خدات الاوراق ديال طلاق السراح ديالها من عند هينيسي فكتعتبر حره وما عند هينيسي ما تصور منها. داكشي علاش جونسون نقز من الطوموبيل بلا ما يرد ليه شي حد البال، وهي شدات الفولو في بلاصتو وبقات غاده صايقه باش تزندفهم بما هرب حبيبنا القرع، وهما راه كان كيحسب لهم بلي تابعين جونسون. في واحد اللحظه ملي قدروا يوقفوها كيس غاده تلبس الماسك ديال فرانك على اساس هي جونسون وخرجت لعندهم هازه يديها. في نفس هاد الوقيته جونسون وجو عاودوا تلاقاو عاوتاني وغيبان لهم واحد التران جراو قصدوا يطلعوا فيه، اما المديره نعم سيدي ناشطه قالت لك صافي شديت جونسون. هنايا غادي يوصل لواحد الكادو بمناسبه هاد النجاح، وهي تصدم بديك القنبله رجعت ليها. تم كوتش غيورك على البوطونه وكتسمع بوم. ومن بعد ما دازو 6 شهور غيبان لينا حبيبنا القرع هو والعزي خدامين كيترزقوا الله في الميكانيك، وغيكون جونسون قدر يرجع بنته. موراها بشويه غادي توصل عندهم كيس بواحد الحديده، وانا نفهم باللي هاد كيس ولات في علاقه مع القرع. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيلم. تلاقاو في الفيديو الجاي ما كراهش يكون غدا، اراكم لاحقا. هنايا غادي يوصل لواحد الكادو بمناسبه هاد النجاح، وهي تصدم بديك القنبله رجعت ليها. تم كوتش غيورك على البوطونه وكتسمع بوم. ومن بعد ما دازو 6 شهور غيبان لينا حبيبنا القرع هو والعزي خدامين كيترزقوا الله في الميكانيك، وغيكون جونسون قدر يرجع بنته. موراها بشويه غادي توصل عندهم كيس بواحد الحديده، وانا نفهم باللي هاد كيس ولات في علاقه مع القرع. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيلم. تلاقاو في الفيديو الجاي ما كراهش يكون غدا، اراكم لاحقا.